السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الكوسة للمطلقة والأرملة في المنام. رؤيا الكوسة في منام المطلقة والأرملة دليل على تغيرات جديدة وكثيرة قد تكون جذرية، وخاصة إذا رأت الحالمة أن الكوسة خضراء اللون وطازجة وكانت بكميات كثيرة. وقد تتعرف على أشخاص جيدين طيبين تشاركهم مشاريع أو أعمال تزري لها ربحا وفيرا. الكوسة المطبوخة أو المحشية للمطلقة أو الأرملة في المنام تدل على التفاؤل والأمل والخير والرزق والبركة. ورؤية أكل الكوسة المطبوخة أو المحشية للأرملة والمطلقة تدل على البدء بحياة جديدة مفعمة بالنشاط والحيوية مع شخص طيب وسمعته حسنة، كما تدل على رزق ومال كثير. فرؤيا الكوسة للمطلقة أو الأرملة سواء، فهي من الرؤى المحمودة والسعيدة، فهي ترمز لعمل جديد أو زواج. ومن الرؤى الدالة على إنهاء المشاكل والهموم هي رؤية حمل الكوسة باليد. وشراء المطلقة أو الأرملة الكوسة الخضراء تدل على مال ورزق واسع. وإذا رأت المطلقة أو الأرملة زراعة الكوسة فهي من الرؤى المستحبة التي تشير إلى منفعة وبركة، فهي من الرؤى التي عبرها علماء التفسير بأنها رمز على فتح صفحة جديدة. فزراعة الكوسة في المنام هي أيضا من الرؤى الدالة على كل الخيرات المحملة لصاحبة الرؤية سواء كانت مطلقة أو أرملة. أيضا رؤية قطف الكوسة من على الشجر العالي في المنام للمطلقة والأرملة فهي دلالة على الحصول على فرص أفضل، فإنها تعتبر من الرؤى الدالة على أن الرائية ستحصل على أشياء لا تخطر لها على بال. وإذا رأت المطلقة أو الأرملة أنها تجمع الكوسة في المنام فيدل على جمع المال، وبيعه فيدل على تحسن الدخل وزيادة في الرزق. وإذا شاهدت المطلقة والأرملة سواء في المنام أكل الكوسة المحشية ترمز إلى منفعة وحياة مستقرة، واعتبرها علماء الدين بأنها رزق ومال سوف تجنيه الرائية من عملها، أو أنها سوف تحصل على فرصة مناسبة قد تكون سفر أو مشروع ناجح. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.